في سؤال غريب عمره آلاف السنين ولسه لحد النهاردة مفيش عليه إجابة واضحة. هل فعلا آدم كان ليه زوجة في الجنة قبل حواء؟ ولو كانت موجودة فعلا مين هي؟ وليه اختفت من التاريخ كأنه متعمد يتنسي اسمها أو يتحرف؟ ليليث هل هي إنسية أم جنية؟ كائن غامض بيظهر في أساطير بابل وسومر وتتحول في التراث اليهودي لشيطان أنثوي، وفي الغرب بقت رمز للحرية النسوية والتمرد على الطاعة العمياء. فلو ليليث كانت قبل حواء إيه اللي حصل؟ ليه قصتها اتحرفت؟ وليه تحولت من زوجة آدم لرمز شر، ومن رمز شر لزوجة آدم من جديد؟ ازاي؟ وهل يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال نسل آدم من زوجته ليليث؟ هل الإسلام لمح على ليليث؟ هل ممكن تكون فعلا موجودة ومذكورة في التراث الإسلامي بس احنا مش واخدين بالنا؟ في الدقايق الجاية ولأول مرة على اليوتيوب في قناة الموسيون قصة هطرح لك أدلة من القرآن والسنة على وجود ليليث زوجة آدم عليه السلام. في الحلقة دي هنفكك الأساطير ونقلب في الكتب ونقارن الروايات عشان نوصل لإجابة واحدة: هل ليليث كانت حقيقة ولا مجرد خيال عايش لآلاف السنين؟ فاضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. أنا محمد سعد الله ويلا بينا على الموسيون قصة. خليني أبدأ معاك الحكاية من الأول خالص. أسطورة ليليث. اسم ليليث ظهر لأول مرة في لوح طيني سومري من مدينة أوروك العراقية، واللي بيرجع ل2000 سنة قبل الميلاد، واللي بيحكي أسطورة أو قصة ليليث على النحو التالي: إن إله السماء أمر بزراعة شجرة صفصاف على ضفاف نهر دجلة في مدينة أوروك، ولما كبرت الشجرة تنين عمل من جذورها تحت الأرض بيت يسكن فيه، وطير مرعب بنى عشه فوق أغصانها. أما في جذع الشجرة عاشت الشيطانة ليليث. فلما الملك جلجامش سمع عن الموضوع ده سحب سيفه وشال درعه وراح اقتلع الشجرة من جذورها وقتل التنين. لكن في اللحظة دي ليليث قدرت إنها تهرب للصحراء. أسطورة الشيطانة ليليث دي بتوصل جذورها لعصور بابل القديمة بالحضارة السومرية. الأسطورة كمان متصلة بقصص الخلق، زي ما هنعرف كمان شوية عن قصة ليليث بالتوراة بسفر أشعياء بالعهد القديم، وكمان هثبت لك بالأدلة القرآنية والسنة النبوية على وجودها في الإسلام. وفي روابط بينها وبين الحية اللي اسمها تيامت اللي بتمثل القوى الكونية للأنوثة الخالدة. وأقوام عاشت في الماضي كانوا بيعبدوها بأسماء زي عشتار، ميليتا، إنانا أو إنيني. وفي نقوش بابلية كشفت إن ليليث هي البغي المقدس لإنانا، أو في مصطلح تاني وأنا بصراحة مش عارف إزاي هنطقه، واللي هو الدعارة الدينية في معابد إنانا وعشتار. ليليث كانت بتغوي الرجال في الطرق وتوديهم لمعابد إنانا وعشتار للاحتفالات المقدسة الخاصة بالخصوبة. ومن ناحية تانية اسم ليليث ليه أصل لغوي في اللغات السامية والهند أوروبية، وليها جذر سومري واللي هو ليل اللي موجود في اسم إله الهواء أنليل. طيب يعني ليليث اتصنفت كشيطانة ورمز للشر وواحدة من أقوى القوى المعادية للطبيعة وللبشر. طيب فين قصتها مع آدم عليه السلام؟ وهل فعلا اتخلقت زيه من طين، يعني إنسية مش جنية؟ وهل فعلا كانت زوجته الأولى قبل حواء زوجته الثانية؟ وهل اتذكرت في الكتب السماوية فعلا وعلى رأسهم القرآن الكريم؟ ومين هو أول حد حكى قصتهم أصلا؟ إجابة الأسئلة دي هتاخدنا في البداية لقصة ليليث في اليهودية، واللي بالفعل اتذكر اسم ليليث في سفر أشعياء بالكتاب المقدس اليهودي، أو بمعنى تاني التوراة أو العهد القديم، واتذكرت في نبوءة مصير أدوم اللي هو سيدنا آدم عليه السلام. وكانت على النحو التالي من أشعياء 34 في النسخة الأمريكية من الكتاب المقدس واللي اسمها The New American Bible. الآيات بتقول: لا يكون لها نبلاء بعد، ولا يعلن هناك ملوك، جميع أمرائها قد رحلوا، تغطى قلاعها بالأشواك وحصونها بالأشواك والشوك، تصبح مسكنا للذئاب وملجأ للنعام، تلتقي القطط البرية بوحوش الصحراء، وتنادي السعاطير بعضها بعضا. هناك
تستريح ليليث وتجد لنفسها مكانا للراحة. الآيات دي وغيرها في العهد القديم بالتحديد غيرت ليليث من شيطانة لإنسية، علشان بإنسانيتها المزعومة لحد دلوقتي تاخدنا لكتابات مدراشيم أو في اسم تاني أبجدية ابن سيرة، واللي ظهر بالقرن الثامن الميلادي، وهي عبارة عن كتابات يهودية بتفسر النصوص التوراتية، وهي أول الكتابات اللي فسرت ووضحت ارتباط ليليث بآدم أو سيدنا آدم عليه السلام، وحكت قصة آدم وليليث على النحو التالي. ليليث كانت الزوجة الأولى لسيدنا آدم، وإن ربنا عز وجل خلقها هي وآدم من نفس الطين، وعلشان كده كانت شايفة نفسها متساوية مع سيدنا آدم في كل حاجة. وفي يوم من الأيام رفضت تخضع لآدم في علاقتهم، فسابته وسابت الجنة وراحت لإبليس الشيطان. فلما آدم اشتكى لربنا من اللي عملته زوجته الأولى ليليث، ربنا بعت لها 3 ملايكة علشان يرجعوها، لكنها قالت لهم إنها مش هتقدر ترجع علشان اتجوزت إبليس. ومن بعدها بقت ليليث بتظهر للرجالة من بني آدم وبتغويهم عشان تخلف منهم شياطين. فلما سيدنا آدم حس بالوحدة والوحشة في الجنة، طلب من ربنا يخلق له زوجة تانية، فربنا خلق له حواء من ضلعه، وكانت مطيعة ليه وبقت شريكته. فعلى مر التاريخ اتوصفت ليليث بأبشع الأوصاف، بتغوي الرجالة وبتخلف شياطين وبتقتل وبتاكل الفتيان والفتيات الصغيرين، وليها أجنحة وشعر طويل وبتظهر بالليل، وإنها متسلطة على حديث الولادة من الذكور لغاية اليوم 8 ومن الإناث لغاية اليوم 12 من الولادة. واستمرت أسطورة ليليث في الكتابات التفسيرية لحاخامات العصور اللي بعد القرن 8 الميلادي بوصفها كرمزا للشر الكوني والشهوة والتسلط والخطيئة والتمرد والجريمة والفجور والعصيان. فالأسطورة أو القصة اليهودية والتفاسير التوراتية وضحت لنا نموذجين للمرأة. الأولى هي ليليث اللي كانت عاصية ومتمردة وشايفة نفسها زي سيدنا آدم بالضبط، ند بند ومساوية له في كل حاجة. أما الثانية فهي حواء اللي كانت مطيعة ومسالمة وبتتكامل مع سيدنا آدم، كانت بتهتم بشؤونه وتربي له أولاده وتساعده في تحمل أعباء الحياة. بغض النظر عن الكلام الكتير حوالين أصل الأسطورة وحكايتها وتطورها وعلاقتها بالتوراة، قصة ليليث فضلت تتداول عبر العصور لغاية دلوقتي، وبقت مصدر إلهام لرجال الدين والأدباء والشعراء والفنانين زي الرسامين والموسيقيين وكمان السينمائيين والكهنة وحتى الدجالين اللي بيكسبوا من بيع التمائم والتعويذات للحماية من ليليث وشياطينها. من القرن 19 ليليث بقت معروفة جدا في العالم الغربي، وتصورت في الكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو والكرتون والكوميديا والموسيقى، وأخيرا كانت مصدر إلهام كبير للحركة النسوية. وخلينا بقى نقف شوية عند ليليث والحركة النسوية، وده قبل ما ندخل على الأدلة القرآنية والأدلة من السنة النبوية والأثر اللي بتثبت وجود ليليث كزوجة محتملة لسيدنا آدم عليه السلام. طيب، حسب أرشيف المرأة اليهودية لحد أواخر القرن 20 كانوا شايفين إن الشيطانة ليليث زوجة آدم الأولى عندها سمعة مخيفة، كانوا بيوصفوها إنها بتخطف الأطفال وتقتلهم وبتغوي الرجالة. لكن مع ظهور الحركة النسوية في الستينيات، ليليث اكتسبت مكانة جديدة كرمز للمرأة المستقلة. المفسرة والعالمة اليهودية الحديثة جوديث بلاسكو لعبت دور كبير في تحويل صورة ليليث من شيطانة مخيفة لنموذج يحتذى به. فازاي ليليث بقت النموذج الكامل اللي الحركة النسوية العالمية بتحاول تفرضه على البنات والسيدات. الحركة النسوية المعاصرة لقت في صورة ليليث مصدر إلهام، لأنها كانت بتمثل ست محدش يقدر يسيطر عليها، ومن هنا غيروا صورتها تماما من شيطانة لست قوية ومفترية وما تعرفش ربنا. وأول خطوة كبيرة للنسوية اليهودية كانت تأسيس مجلة نسوية يهودية تحت اسم ليليث، واللي فتحت الباب بعد كده للنسوية العالمية. لازم نلفت نظر الناس اللي بيتابعوا الحركة النسوية، سواء كانوا مهتمين أو مؤيدين أو معارضين أو حتى منتمين ليها، ونوضح لهم الحقيقة اللي مش بتتقال في المنظمات الدولية
الدولية ولا المؤتمرات العالمية ولا الاتفاقات الدولية ولا حتى في المراكز النسوية اللي ملت الدنيا بأفكارها وأنشطتها ودوشتها. الحقيقة هي أن دور النسوية اليهودية الأمريكية في تغيير مطالب النسوية الغربية وتصعيدها للمطالبة بالمساواة والتمكين المطلق وإعادة تقديم أسطورة ليليث المرعبة كنموذج بطولي للمرأة المعاصرة. في السبعينيات من القرن اللي فات ظهرت حركتين في الغرب ما كانش حد متوقع وقتها إنهم يوصلوا للانتشار والنجاح اللي وصلوا له دلوقتي، ولا إنهم يقدروا يفرضوا أفكارهم على المؤسسات السياسية والتشريعية والإعلامية والتعليمية في دول كتير، ولا حتى إنهم يبقوا محور اهتمام المنظمات الدولية. الحركتين دول هما الموجة التانية من الحركة النسوية والمثلية الجنسية، والاتنين ظهروا في أمريكا على إيد قيادات الحركة النسوية اليهودية وتجمعات اليهود اللي كانوا بيتوصفوا وقتها بالمنحرفين جنسيا بفترة السبعينات. طيب إيه اللي حصل وإزاي اشتغلوا على إعادة إحياء الأسطورة ليليث؟ اليهود عانوا كتير في الدول الغربية وأمريكا في النصف الأول من القرن اللي فات والقرون اللي قبله، وزي ما المرأة الغربية كانت بتعاني من الاضطهاد والتمييز، المرأة اليهودية هي كمان عانت بشكل أشد. الحركة النسوية اليهودية بدأت في الستينيات وكانت وقتها ماشية مع النسوية الغربية وكانت بتطالب بتحرير المرأة. ده ظهر بوضوح سنة 1963 في كتاب الكاتبة الأمريكية اليهودية النسوية بيتي فريدان، واللي بعنوان الغموض أو اللغز الأنثوي أو The Feminine Mistake. لكن الحركة دي أخذت دفعة كبيرة في السبعينات لما لقت في أسطورة ليليث نموذج للأنثى القوية اللي تستحق التقليد. في بداية السبعينيات الحركة النسوية اليهودية رجعت أسطورة ليليث للحياة واحتفلوا بيها وقدموا ليليث كنموذج كامل للأنوثة. ركزوا على تسويقها وسط السيدات والبنات مستغلين امتداداتها التاريخية وصلاتها الدينية وأبعادها الإنسانية الملهمة. كانوا بيشوفوا ليليث مش بس كزوجة آدم الأولى القوية لكن كأول امرأة مستقلة تماما. في مقال بعنوان رحلة ليليث بالأدب النسوي الأمريكي اليهودي الحديث نشرت في يناير 2010 البروفيسورة آنا شابيرو، واللي تعتبر من مؤسسات الحركة النسوية اليهودية في أمريكا، وضحت إن في الوقت اللي فيه النساء البروتستانت المتعلمات كانوا مهيمنين على الموجة النسوية الأولى في النصف الأخير من القرن ال19 وتركزت مطالبهم على حق التصويت كمطلب أساسي للمساواة. الموجة النسوية الثانية بقى كانت يهودية بشكل واضح. شابيرو قالت صعب نتخيل حركة نسوية من غير مساهمات النساء الأمريكيات اليهوديات، ومعظمهم كانوا بيعتبروا نفسهم يهود علمانيين، وفي البداية ما كانوش بيربطوا النسوية بتاعتهم باليهودية. سنة 1972 طلعت مجلة نسائية جديدة اسمها ماس، وكان نص فريق تحريرها من اليهود. وفي نفس السنة الكاتبة والصحفية اليهودية الأمريكية الإسرائيلية ليلي ريفلين كتبت مقال عن ليليث في المجلة ودعت فيه لإعادة تقديم شخصية ليليث للستات المعاصرات. ريفلين اللي اتخرجت من جامعة جورج واشنطن سنة 1959 كانت واحدة من أهم النسويات اليهوديات اللي غيروا صورة المرأة اليهودية في أمريكا. ريفلين قالت إن الستات المستقلات في الحركة النسوية اعتبروا أسطورة ليليث أسطورتهم، حولوها لرمز للحرية، الاستقلالية والاختيار الجنسي والسيطرة على المصير. الحركة النسوية لقت في ليليث مصدر إلهام باعتبارها امرأة لا يمكن السيطرة عليها، وغيروا صورتها تماما من شيطان لست قوية علشان مجلة ليليث اليهودية، واللي كان شعارها مجلة المرأة اليهودية المستقلة. والمجلة بقى ليها دور كبير في نشر نموذج ليليث وترويج كفاحها علشان تتساوى مع سيدنا آدم عليه السلام، وده تفسير حسب الأسطورة اليهودية في كتابات مدرشيم. والعدد الأول من المجلة ركز على جاذبية شخصية ليليث ورفض فكرة إن ليليث شيطانة. المجلة كمان اشتغلت على إعادة بناء سمعة ليليث وأكدت علاقتها بصوت السيدات اللي مش بيخافوا على حد تعبيرهم يعني من المخاطر علشان يضمنوا المساواة بين الذكر والأنثى. ودلوقتي وصلنا لأهم نقطة في قصة ليليث، واللي هي هل فعلا موجود أدلة من القرآن والسنة النبوية على وجود ليليث أو وجود قصتها من بعيد كان أو من قريب مع سيدنا آدم عليه السلام؟ نركز في اللي جاي علشان اللي جاي الأهم وغير اللي فات. ليليث في الإسلام.
غالبية المسلمين والكثير من أهل العلم بيشوفوا إن وحي القرآن والسنة لم يذكر غير أن سيدنا آدم عليه السلام كان ليه زوجة واحدة بس، وهي السيدة حواء عليها السلام اللي ربنا خلقها من آدم نفسه، وده بناء على قول الله تعالى في سورة النساء الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك بسورة الأعراف الآية رقم 189 حينما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال في الزمر الآية 6: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. آيات بتأكد أن السيدة حواء عليها السلام هي الزوجة الوحيدة لسيدنا آدم عليه السلام. ومختصر تفسير ابن كثير قال: ربنا بيأمر عباده بتقواه، ودي عبادته لوحده من غير شريك، وبينبههم على قدرته اللي من خلالها خلقهم من نفس واحدة اللي هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجه اللي هي حواء عليها السلام. ربنا خلقها من الضلع الشمال لسيدنا آدم وهو نايم، ولما صحى وشافها عجبته واستأنس بيها، وهي كمان استأنست بيه. بل ورأى غالبية علماء الإسلام الأفاضل في أن ليليث كزوجة أولى لآدم عليه السلام ما هي إلا اختلاق من اليهود المعاصرين، وما جاتش غير في كتبهم زي زهار والتلمود ومدرشيم، والكتب دي من تأليف البشر، على الرغم أن اسم ليليث مذكور بالحرف في سفر أشعياء بالنسخة الأمريكية الحديثة. وكان في رأي للدكتور عبد الوهاب المسيري بخصوص ليليث، وقال إن ليل أو ليليث شيطانة في التراث الديني الشعبي اليهودي، وإن الكلمة ليل شكل معرب من الشيطانة البابلية ليليتو، ولما ربطوا اسمها بالكلمة العبرية ليلة اللي معناه ليل فسروها إنها شيطانة الليل والظلام، وقالوا إنها بتجيب أحلام جنسية للرجالة وبتسبب القذف أو الاحتلام أثناء النوم، وبتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم خصوصا في أول 7 أيام بعد الولادة. صورتها في آثار سومر بتظهر كأنثى عارية مجنحة واقفة على ظهر أسد وليها مخالب زي الطيور. وفي التلمود بيقولوا إن ليليث كانت عشيقة آدم في الفترة اللي افترق فيها عن حواء بعد ما اطردوا من الجنة، وإنها ولدت له شياطين كتير. وفي رواية تانية بيقولوا إنها كانت زوجته الأولى قبل حواء، وإنها اتخلقت من نفس الطين اللي اتخلق منه آدم عليه السلام مش من ضلعه، لكنهم اتخانقوا لأنها رفضت تخضع ليه في العلاقة بينهم، وشافت إن ده إذلال ليها وسيطرة منه عليها، فذكرت اسم يهوه وهربت وأقسمت إنها تنتقم منه، وعلشان كده بيقولوا إنها بتقتل أولاد حواء. لكن كانوا بيقولوا إن لعنتها ممكن تتوقف باستخدام الحجاب المناسب. والدكتور عبد الوهاب المسيري كمل كلامه وقال إن شخصية ليليث مثال واضح للتناقضات في نسق الدين اليهودي، ذكرت في العهد القديم بشكل عابر في سفر إشعياء 34-14 كواحدة من الأرواح أو الوحوش اللي هتدمر الأرض في آخر الأيام. بعد كده الأساطير نسجت حواليها قصص كتير لدرجة إن اليهودية بقت فيها قصتين متناقضتين عن الخلق بيتعايشوا جنب بعض. وفي العصر الحديث دلوقتي ليليث بقت رمز للأنثى المتمردة وبطلة لحركة التمركز حول الأنثى في أمريكا والعالم الغربي. لغاية هنا الأخبار والكلام ماشي في السياق اللي أغلب المسلمين عارفينه ومقتنعين بيه بنسبة كبيرة، بس اللي جاي صادم وصادم قوي كمان، علشان اللي جاي هو وجود ليليث في القرآن والسنة والأثر. الكاتب والدكتور أحمد خالد مصطفى قال إن مفيش مانع إن ليليث تكون زوجة آدم التانية مش الأولى، وإنها تكون إنسية مش شيطانة زي ما قالوا اليهود، وإنها خلفت بشر عاديين مش شياطين زي ما قالوا اليهود، واللي اتبنى عليها فكرة الزواج من الأخت المشتركة في الأب الواحد مش أبوين. وكلامه صراحة كان مثير للجدل لأنه استدل عليه بالكتاب والسنة والأثر، إننا نقدر نستدل منهم على وجود ليليث كزوجة تانية
لسيدنا آدم عليه السلام. ودلوقتي أنا هشرح لك الأدلة اللي الدكتور الفاضل أحمد خالد مصطفى طرحها دليل. الدليل الأول: تعدد الزوجات سنة الأنبياء والمرسلين كلهم. انت اكيد قريت في القرآن قصة زينب بنت جحش اللي كانت مرات الصحابي زيد بن حارثة، وبعد ما زيد طلقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوجها، ووقتها اليهود بقى اتريقوا وقالوا شوفوا الراجل اللي بيتجوز كتير، لكن ربنا رد عليهم في كتابه الكريم وقال ان التعدد ده مش عيب، دي سنة الأنبياء اللي قبلوا كلهم. تعال بقى نشوف الآيات اللي بتأكد سنة الأنبياء في الزواج. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب الآية رقم 38: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني ربنا بيقول ان النبي معلهوش حرج في التعدد، لان ده اصلا سنة ربنا في الذين خلوا قبل سيدنا محمد. فمين هم الذين خلوا؟ الآية اللي بعدها على طول بتقول لك مين هم: الذين يبلغون رسالات الله، يعني الأنبياء والمرسلين كلهم. وده تفسير جمهور المفسرين والعلماء. خليني أقول لك كم تفسير منهم وانت احكم بنفسك. الطبري قال لك ان المقصود التوسعة في النكاح زي ما حصل مع الأنبياء اللي قبله. الرازي قال لك ان الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم بيتجوزوا كتير سواء أبكار أو مطلقات. القرطبي وضح ان داود وسليمان كان ليهم مئات الزوجات، وده عادي، ده سنة ربنا في الأنبياء. ابن الجوزي قال لك نفس الكلام، ان ربنا وسع على محمد زي ما وسع على الأنبياء قبله. ابن سعد قال ان دي فريضة من ربنا، وكان لسليمان 700 زوجة و300 سرية. فعلماء التفسير بيأكدوا بتفسيرهم نفس الفكرة، يعني تعدد الزوجات سنة في الأنبياء، وآدم هو كمان كان نبي، يبقى منطقي يكون عنده أكتر من زوجة. احنا كده ماشيين واحدة واحدة مع بعضينا. بس دلوقتي انت ممكن يكون عندك اعتراضات، واعتراضك الأول هو انك ممكن تقول ان آدم أصلا مش نبي، هو أول إنسان وبس. وده للأسف غلط، لأن في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر: يا رسول الله، آدم كان نبي؟ قال له: نعم، نبي معلم مكلم. وده حديث صحيح سنده كله رجال ثقات، وموجود في المستدرك على الصحيحين حديث رقم 2965. يعني سيدنا آدم نبي رسمي فهمي نظمي بنص الحديث، ويدخل في الآية. اعتراضك التاني: ممكن تقول لي ان عيسى عليه السلام ما اتجوزش اصلا. هقول لك طيب تعالى كده نراجع الآية دي: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إلى آخر الآية رقم 38 من سورة الرعد. نفهم من الآية إن الرسل اللي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ليهم زوجات وأولاد. وبرضه في حديث حسن بيقول: 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والنكاح والسواك. وده من تفاسير الزمخشري والقرطبي وابن كثير وغيرهم، كلهم أكدوا إن الرسل بشر وبياكلوا وبيتجوزوا زي الناس. طيب عيسى بقى، العلماء قالوا إنه هيتجوز لما ينزل في آخر الزمان. والتفسير ده مين اللي قاله؟ النووي، ابن حجر، ابن كثير، السيوطي والمقدسي. وقالوا إنه ممكن يتجوز واحدة من العرب أو من إيران، بل أصلا ما فيش دليل في القرآن أو السنة بيقول إنه ما اتجوزش خالص قبل ما يرفع للسماء، ولا حد من العلماء أنكر إنه ممكن يكون اتجوز. طيب اعتراضك الثالث: ممكن تقولي طب ما يحيى عليه السلام برضو ما اتجوز، وتستدل بده على فهمك للآية اللي فيها وسيدا وحصورا. ناس فسروا حصور إنها معناها يعني مش قادر على النساء، لكن ده تفسير غلط، لأن الحديث اللي بيقول إن ذكر سيدنا يحيى صغير حديث ضعيف جدا وفيه منقصة لنبي الله يحيى عليه السلام، والعلماء رفضوه. ابن كثير قال إن المعنى الصح لكلمة حصور إنه معصوم من الذنوب ومش بيقرب الحرام. القاضي عياض، القرطبي، الزمخشري، أبو السعود، الغرناطي، كلهم فسروا حصور على إنها مدح مش ذم.
وحتى في دعاء أبو سيدنا يحيى نفسه سيدنا زكريا عليه السلام لما قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، يدل على إن ابنه يحيى كان ممكن يخلف. طيب أنت برضو ممكن تعترض وتقول الآية مش بتتكلم عن كل الأنبياء، يمكن أغلبهم بس. دي برضو مش حجة، لأن الآية فيها لفظ عموم يعني تشمل الكل، وما فيهاش أي مخصص لا متصل ولا منفصل يخلينا نستثني حد. والعلماء زي ابن تيمية وغيرهم بيقولوا إنه ما ينفعش تخصص لفظ عام إلا بدليل شرعي واضح، وفي الآية ما فيش تخصيص ولا دليل يخرج آدم من العموم. وممكن يبقى عندك كمان اعتراض أخير على دليل تعدد الزوجات، هو إنك ممكن تقول إن القرآن بيقول زوجة واحدة لآدم، يعني كانت حواء وبس. والرد هنا بسيط جدا، وهو إن الآيات هنا مش قاطعة وليها تفسيرات تانية بتقول إن المقصود زوجة كجنس مش كعدد. والأحاديث اللي بتقول إن حواء كانت الزوجة الوحيدة أحاديث ضعيفة وما فيهاش إجماع من العلماء على إن آدم كان ليه زوجة واحدة بس. فبعد الدليل الأول ده سنة تعدد الزوجات لجميع الأنبياء والرسل، إيه اللي يمنع إن ليليث تكون فعلا شخصية حقيقية وكانت زوجة سيدنا آدم عليه السلام؟ ندخل على دليل تاني يعزز وجود ليليث، واللي هو دليل أنه لا يوجد دليل واحد في القرآن أو السنة يقول أنه كان لآدم زوجة واحدة فقط. وهبدأ بالآيات اللي شايفين إنها قطعية على فكرة إننا اتخلقنا من نفس واحدة، وهقول لك تفاسيرها من كبار المفسرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ناس كتير بتفهمها على إنها دليل قاطع إن كل البشر جايين من آدم وحواء فقط، بس لو ركزت شوية هتلاقي إن الكلام مش بيقول كل الرجالة والستات، بل بيقول كثيرا، ودي كلمة بتدل على عدد كبير مش كل العدد. تاني، كثيرا بتدل على عدد كبير مش كل العدد، يعني زي ما ربنا قال في آية تانية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هل ده معناه إن كلهم هيدخلوا جهنم؟ لا طبعا. ونفس الكلام في إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، يعني مش كل بني إسرائيل كانوا مسرفين، صح؟ فكلمة كثيرا دي مش معناها الكل، وده منطق بسيط جدا. يعني زي لما تقول أنا رسمت بالقلم ده لوحات كتير، مش معناها إنك رسمت كل اللوحات اللي عندك بيه. والمفسرين الكبار زي الطبري والسمرقندي والسيوطي ومقاتل قالوا إن المقصود من الآية إن ربنا خلق من آدم وحواء ناس كتير، بس مش شرط يكونوا كل البشر. وبعضهم قال إن كثيرا ممكن تكون وصف للبث نفسه مش للناس، يعني ربنا نشرهم نشرا كثيرا. كمان في مفسرين زي رشيد رضا وجمال الدين الأفغاني قالوا إن النفس الواحدة مش شرط تكون آدم، ممكن تكون مثلا قصي لو الخطاب لقريش، أو يعرب لو الخطاب للعرب، أو حتى كل أمة ممكن تفهمها حسب معتقدها. بس أنا شخصيا مش بتبع تفسيرهم، لأنهم كانوا بيحاولوا يوفقوا بين الآية ونظرية التطور، وده بيخالف قول الله تعالى حينما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وبرضه في الحديث الصحيح الناس ولد آدم وآدم من تراب. وبرضه في نقطة مهمة، ليه ربنا قال زوجها مش زوجيه؟ لأن حواء بس هي اللي اتخلقت من آدم، أما الزوجة التانية فكانت مخلوقة من طين، بس طبعها كان مختلف كأنها اتخلقت من جبل. يعني في الآخر الآية مش بتمنع إن آدم كان ليه أكتر من زوجة، ولا بتقول إن كل البشر جايين من آدم وحواء بس. المهم إننا نفهم القرآن بتدبر ونرجع للتفسير عشان نوسع مداركنا ونفهم المعاني صح. وفي ناس بتقول إن الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى واضحة أهي
وإنها بتأكد إن كل البشر جايين من آدم وحواء. بس الحقيقة بقى إنهم ما قروش التفاسير كويس. الطبري اللي هو شيخ المفسرين قال إن المقصود بالآية إن كل واحد فينا اتخلق من نطفة رجل ونطفة ست، يعني من أب وأم، مش شرط آدم وحواء. وده نفس الكلام اللي قاله مجاهد وغيره. يعني الآية بتتكلم عن أصل كل إنسان، مش عن أصل البشرية كلها من شخصين بس. وفي مفسرين تانيين زي الرازي والبيضاوي وابن عطية قالوا إن الآية تحتمل الوجهين، ممكن تكون عن آدم وحواء وممكن تكون عن كل أب وأم، فليه نعتبرها دليل قاطع؟ والإمام القرافي قال إن لو النص يحتمل أكتر من معنى ما ينفعش نستخدمه كحجة على المخالف أو على المخالف. ونروح لآية تالتة: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. في ناس بتقول إن أبويكم معناها إن كل البشر ليهم أبوين بس، آدم وحواء، بس ده مش دقيق. زي ما ربنا قال في سورة يوسف: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، مع إن إبراهيم وإسحاق مش أبوين مباشرين ليوسف، دول أجداده. فأبويك هنا مش معناها الحصر، وممكن تكون مجاز أو أبوة دينية زي ما النبي قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، وزوجاته أمهات المؤمنين. ورغم إن مش كل المسلمين من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فآدم وحواء ممكن يكونوا أبويكم من ناحية الدين مش النسب. وده تفسير تاني. بعض المفسرين قالوا إن بما إن أغلب المسلمين من نسل حواء، فربنا قال أبويكم باعتبار الأغلبية، يعني زي ما قالوا عن إبراهيم إنه أبوكم لأن أغلب العرب من نسله. يعني في كل الحالات الآيات ما بتمنعش إن آدم كان ليه أكتر من زوجة، ولو واحدة منهم خلفت كتير والتانية خلفت قليل، طبيعي إن ربنا يذكر اللي نسلها أكتر، واللي مش صالحة مش هتكون أم للمؤمنين، زي ما زوجة نوح ما كانتش أم للمؤمنين. وفي ناس بتستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وبيقولوا إن ده دليل إن كل الستات من نسل حواء، وإنها هي الزوجة الوحيدة لآدم عليه السلام. بس الحقيقة إن الحديث بيقول إن حواء كانت أول واحدة خلفت جوزها، ومن بعدها الستات عرفوا مخالفة الأزواج، مش إنه مفيش غيرها. يعني في الآخر مفيش نص قاطع بيقول إن حواء كانت الزوجة الوحيدة لآدم. وبالعقل آدم كان أول إنسان، وكان لازم يعدد عشان يعمر الأرض ويكتر النسل، والتعدد سنة الأنبياء، وآدم نبي، فليه نستثنيه؟ أما الدليل الثالث على احتمالية وجود ليليث زوجة سيدنا آدم عليه السلام يأتي من حل معضلة زواج المحارم في زمن آدم عليه السلام. أنا مش فاهم ليه الناس بتدافع بحماس شديد عن فكرة إنهم مولودين من زواج محارم. تلاقي الواحد بيقول لك بكل ثقة إن كل البشرية اتولدوا من أولاد آدم اللي اتجوزوا أخواتهم، وكأنها حقيقة مقدسة، ولما حد يعرضه يتعصب ووشه يضرب يقلب. بس السؤال الحقيقي مش ليه بيقولوا كده، السؤال هو إزاي عقيدة المجوس دي اتسربت لعقول المسلمين وبقت جزء من الدين عندهم؟ فين الدليل من القرآن أو السنة أو حتى القياس؟ مفيش. طيب تخيل كده إنك في بداية الخلق وإنت وأختك بس، ومطلوب منك تتجوزها عشان تنجب نسل. تخيلت؟ هل ده شيء يليق بنبي زي آدم؟ هل ربنا يأمر بكده؟ حتى الملحدين بيشمئزوا من الفكرة دي، فازاي تنسبها لنبي مكرم؟ ده نفس منطق اليهود في التوراة لما افتروا على سيدنا لوط وقالوا إن بناته ناموا معاه عشان ينجبوا، وكتبوا بلاوي عن سيدنا يعقوب وسيدنا موسى عليهم الصلاة والسلام جميعا وغيرهم. كل اللي كتبوه فواحش وسفاح قربة، والقرآن برأ الأنبياء وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فزواج الأخ من أخته
ده مش من الدين، ده من تاريخ السلالات الملكية الفاسدة زي آل بوربون وآل هايسبورغ والزرادشتية، واللي كانت بتعتبره زواج مقدس، واللي بيقول إن الكلام ده علم لا ينفع والجهل به لا يضر. أرد وأقول له لو الهدف هو تنزيه الأنبياء عن الفواحش فهو كافي وعلم نافع. ربنا في سورة النساء لما ذكر المحرمات في النكاح زي أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ختم الآيات دي وقال إيه؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يعني ربنا بيقول إن المحرمات دي مش بس لينا، لا دي كانت كمان محرمة على الأمم اللي قبلينا، وده كلام الطبري وكل المفسرين الكبار. يعني مفيش استثناء لآدم، ومفيش دليل واحد بيقول إن آدم كان بيجوز أولاده من بناته، بل في حديث صحيح عن سيدنا علي بيقول إن المجوس هم اللي اخترعوا فكرة إن آدم كان بيجوز أولاده من بناته، وده لما ملكهم شرب خمر ووقع على أخته، وبعدها طلع وقال للناس إن آدم كان بيعمل كده، فصدقوه عشان الطمع وقتل اللي خلفه. يعني دي عقيدة مجوسية مش من الإسلام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها بوضوح: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. يعني نسبه كله طاهر ما فيهوش أي زواج محارم، وده بيبطل العقيدة دي تماما. فاللي بيقول إن آدم جوز أولاده من بناته بيبرر لنفسه الفواحش، وبيفتح باب للناس إنها تشوف سفاح القربة كأنه شيء عادي، أو حتى كان شيء عادي، مع إن ربنا قال عن الزواج من امرأة الأب إنه فاحشة ومقت، والزنا فاحشة بس. يعني زواج المحارم أبشع من الزنا نفسه. وفي حديث صحيح واحد اتجوز امرأة أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فما بالك بواحد يتجوز أخته؟ هل ربنا يشرع حاجة بالشناعة دي في أول الخلق اللي هو على رأينا هنا في مصر احنا لسه بنقول يا هادي؟ لا، وبعدين ربنا يأمر بقتل اللي يعملها في آخر الزمان؟ مستحيل. حتى الشاعر أبو العلاء المعري كفر بسبب العقيدة دي وقال: إذا ما ذكرنا آدما وفعاله علمنا بأن الخلق من نسل فاجر. يعني لما الناس تصدق إن أصلهم من زواج محارم طبيعي إنهم يرفضوا الدين كله. لكن كل المشكلة دي تتحل ببساطة لو كان لآدم زوجة تانية غير حواء، واللي هي موضوع قصتنا النهاردة في الموسيون، ليلث، أو حتى غيرها. ساعتها أولاده مش هيبقوا إخوات أشقاء، ومفيش وقتها زواج محارم. وده منطقي لأن آدم كان لوحده في الأرض وكان لازم يعدد عشان يعمرها. وفي حديثين صحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كل البشر خرجوا من صلب آدم، يعني هو الأب المباشر لكل الناس. بس برضو هنا كلام النبي مش معناه إننا من حواء بس، ممكن يكون في زوجة تانية نسلها أقل لكنه موجود. يعني الحل قدامنا من زمان بس ما حدش ركز فيه، وده بيحل المشكلة كلها ببساطة من غير ما ندخل بقى في نظريات غريبة زي إن شريعة آدم كانت بتسمح بزواج المحارم. ده كلام خطير جدا لأن سفاح القربة أبشع من الزنا، وربنا ما بيؤمرش بالفحشاء أبدا. القرآن بيقول إن المحرمات دي كانت ممنوعة على كل الأمم قبلنا، زي ما قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وكل المفسرين زي الرازي قالوا إن الأصول في الشرائع واحدة، والاختلاف بس في الفروع زي عدد الصلوات أو المناسك أو الشعائر. لكن الكبائر والخبائث زي السرقة والزنا وسفاح القربة دي محرمة على كل البشر بكل عصر كان. يعني مفيش نبي كانت شريعته بتسمح بالحاجات دي ولا حتى آدم عليه السلام. طيب في ناس بتحاول تفسر إزاي حصل التزاوج بين أولاد آدم، وكل واحد بقى بيطلع بنظرية شكل، بس أغلبهم بيقعوا في مشاكل أكبر من اللي بيحاولوا يحلوها. في ناس قالت إن ربنا سمح بزواج المحارم في بداية الخلق للضرورة علشان البشرية ما تنقرضش، بس ده كلام غير منطقي لأن ربنا اللي خلق آدم من تراب وخلق عيسى من غير أب وخلق السماوات والأرض مش محتاج ضرورة
عشان يكمل خلقه. الضرورة دي للمخلوقات الضعيفة اللي زينا، مش للإله القادر على كل شيء. حتى الملحدين لما سمعوا النظرية دي ضحكوا وقالوا مسكين الإله، كانت إمكانياته ما تسمحش وقتها. وده يوريك قد إيه النظريات دي بتقلل من قدرة ربنا العظيم. وفي ناس قالت إن ربنا نزل حوريتين من الجنة، واحدة اتجوزت قابيل والتانية شيث، وخلصت المشكلة. بس ده برضو مش منطقي، لأن الحور العين مخلوقات للجنة، وربنا قال عنهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني ما حدش لمسهم قبل كده. وكمان الحور العين ما بيخلفوش أصلا، فازاي هيجيبوا نسل؟ ولو نزل حور عين للولاد، مين هيتجوز البنات؟ هينزل لهم رجالة من الجنة؟ ده كلام مش راكب خالص. أما نظرية التطور فدي بتتعارض كليا مع القرآن والسنة تماما. ربنا قال إنه خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وكان طوله 60 ذراعا، يعني مش تطور ولا خلية انشطرت. والأحاديث الصحيحة كلها بتأكد إن آدم مخلوق خاص، مش نتيجة تطور تدريجي. فلو آمنت بالتطور يبقى لازم تنكر السنة وتفسر القرآن على مزاجك، وده خطر كبير وضلال مبين. وفي نظرية بتقول إن حواء كانت بتخلف توأم، وكل توأم بيتجوز من التوأم التاني، بس حتى كده هم اخوات من نفس الأب والأم، يعني محارم برضو. التباعد اللي بيقولوا عليه مش حقيقي، لأنهم اتربوا في نفس البيت ومن نفس الرحم. الحل المنطقي اللي بيحل المشكلة فعلا هو إن آدم كان ليه أكتر من زوجة، وكل زوجة خلفت أولادها، فبقى في أولاد من زوجة وأولاد من زوجة تانية، ودول ما بقوش إخوات من الأم، يعني مش محارم. وده كمان عليه دليل من القرآن، لأن ربنا قال إن تعدد الزوجات سنة الأنبياء، وآدم النبي الأول. يعني لو ابن حواء اتجوز بنت آدم من الزوجة التانية فهم مش اخوات من الأم ومش محارم، والزواج حلال. وده يحقق التباعد الطبيعي، لأنهم اتربوا في بيوت مختلفة ومن أمهات مختلفة، والعداوة بين الزوجات بتخلي الأولاد أبعد عن بعض. أما الدليل الرابع على احتمالية وجود ليليث كزوجة لسيدنا آدم عليه السلام هو إن المسلمين استبدلوا اسم ليليث بالحية. يعني ايه الكلام ده؟ نركز مع بعضينا. هل ليليث دي ليها اي وجود في القرآن او السنة او كلام الصحابة؟ الناس بتقول لا، لكن الحقيقة ان في ادلة واضحة من القرآن والسنة وكلام التابعين، وكلها بعيدة تماما عن الاسرائيليات. اول حاجة، ربنا قال في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، يعني كل نبي كان ليه عدو من شياطين الإنس، مش بس من الجن. والعدو ده بيكون كافر وبيوحي للشيطان والشيطان يوحي له، يعني بينهم علاقة وتواصل. الطبري وغيره من كبار المفسرين قالوا إن المقصود هنا مش القرين، بل شياطين بشرية حقيقية، كفار بيحاربوا النبي. طيب نرجع لآدم عليه السلام، مين كان عدو من شياطين الإنس؟ احنا عارفين من احاديث صحيحة ان كل امة آدم كانت على الاسلام، من آدم لحد سيدنا نوح، يعني مفيش كفار في قومه بعد بعثته. يبقى العدو ده كان قبل بعثة آدم، يعني قبل ما ينزل للأرض. طيب امتى كانت بعثة آدم؟ القرآن بيقول ان ربنا اجتباه بعد المعصية، يعني اختاره نبيا وقت الهبوط من الجنة. يعني العدو ده كان موجود في الجنة قبل الهبوط وكان بيحاربه هناك. طيب مين اللي نزل مع آدم من الجنة؟ السنة وأقوال التابعين بيقولوا إن اللي نزلوا كانوا آدم، حواء، إبليس والحية. إبليس معروف إنه عدو آدم من الجن. حواء مش ممكن تكون عدوه لأنها مؤمنة وملهاش علاقة بالشيطان. يبقى مين فاضل؟ الحية. الحية دي هي اللي كانت عدوة آدم من شياطين الإنس، وكانت موجودة في الجنة ونزلت معاه. ربنا قال إنه اصطفى آدم على العالمين، والعالمين دول هما عالم الإنس وعالم الجن. الجن كانوا موجودين قبل آدم. طيب الإنس مين؟ حواء والحية.
فدلوقتي السؤال، هل الحية دي فعلا إنسانة ولا مجرد ثعبان؟ في أحاديث وآثار كتير بتتكلم عن قصة الهبوط من الجنة، وبتذكر اللي نزلوا من الجنة، مش بس آدم وحواء وإبليس لكن كمان الحية. وده مش مجرد رأي، ده جاي من روايات كتير زي اللي رواها السدي عن ابن عباس وابن مسعود، وكمان من تفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من كبار المفسرين، اللي لفت النظر ان الحية اتذكرت في نفس السياق اللي اتكلم فيه ربنا عن الهداية والضلال. يعني ربنا بيقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب لو الحية دي مجرد حيوان، إزاي ربنا عز وجل يقول إنها ممكن تؤمن أو تكفر؟ الحيوانات مش مكلفة أصلا، يعني مش مطلوب منها إنها تؤمن أو تكفر، ولا بتتحاسب زي البشر والجن. كمان في آية تانية ربنا بيقول: اهبطا منها جميعا، وده خطاب مثنى، بس بعدها بيكلمهم بصيغة الجمع، وده معناه إن اللي نزلوا من الجنة كانوا جنسين، الإنس والجن. يعني مفيش حيوانات نزلت من الجنة، هم بس بشر وجن. وده بيؤكد إن الحية دي مش حيوان، دي كائن مكلف، يا إما إنسية يا إما جنية. طيب هل الحية دي جنية؟ لا، لأن كل الصفات اللي اتقالت عنها بتدل على إنها إنسية، وكمان كانت عدوة لآدم عليه السلام، يعني من شياطين الإنس. فاكر الآية اللي بتقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الحية كانت بتتواصل مع إبليس وبيوحي لها وهي بتوحي له، يعني بينهم علاقة مباشرة، وده مش بيحصل مع الحيوانات. يعني ببساطة الحية دي كانت إنسانة كافرة، وعداوتها لآدم بدأت من الجنة، وكانت سبب في الخروج منها. مش مجرد ثعبان زحف على الأرض، دي شخصية حقيقية ومكلفة، وكان ليها دور كبير في القصة دي. وده رأي كتير من المفسرين الكبار زي الطبري والرازي والقرطبي، اللي قالوا إن الحية كانت ضمن اللي نزلوا من الجنة، وإنها مكلفة، وده معناه إنها إنسية مش حيوان. الناس دايما فاكرة إن الحية اللي اتذكرت في قصة آدم وحواء هي مجرد ثعبان، بس الحقيقة إن كلمة حية في اللغة العربية مش دايما معناها الحيوان المعروف، دي كمان بتستخدم كصفة للناس اللي عندهم مكر ودهاء وخبث، زي ما المعاجم القديمة والحديثة قالت: فلان حية، يعني دهية، خبيث، كاتم للعداوة. وده مش غريب، لأن في القرآن والسنة في ناس اتذكرت بألقاب مش بأسمائهم زي إبليس والخضر. فالحية اللي اتذكرت في الأحاديث والتفاسير مش حيوان، دي إنسانة كانت عدوة لآدم، وكان بينها وبين إبليس علاقة وتواصل، وكانت بتوحي ليه وهو بيوحي ليها، يعني كانت من شياطين الإنس. وده واضح من الآيات اللي بتقول إن في شياطين من الإنس والجن بيكونوا أعداء للأنبياء وبيزينوا لبعض زخرف القول غرورا. طيب لو الحية دي إنسانة كفرة، إزاي كانت موجودة قبل بعثة آدم؟ ببساطة ربنا لما بعث آدم بالهدى، كل اللي كانوا موجودين اتعرضوا للحق، فإما آمنوا أو كفروا. الحية دي كانت كفرة قبل البعثة، ولما نزل آدم للأرض استمرت في عداوتها ليه، وكانت بتقتل أولاد حواء لحد ما آمنت أو نافقت، وبعدين اتجوزها آدم كزوجة تانية. وده مش غريب، لأن الأنبياء كان ليهم تعدد زوجات. أما اللي بيقول إن قابيل هو عدو آدم فده مش دقيق. قابيل كان مسلما، بدليل إنه قدم قربان لله وندم بعد ما قتل أخوه، وده معناه إنه كان موحد. وكمان قابيل ما كانش موجود في الجنة أصلا، لأن آدم ما قعدش فيها غير ساعات زي ما قال ابن عباس، من صلاة العصر لغروب الشمس، يعني ما فيش وقت أصلا إن قابيل يتولد ويكبر في الجنة. لكن الحية هي اللي اتذكرت في الحديث إنها نزلت مع آدم وحواء وإبليس، وده دليل قوي إنها كانت موجودة في الجنة، وإنها كانت مكلفة، يعني إنسانة مش حيوانة. وده بيأكد إن قصة ليليث اللي بتتكلم عن امرأة عدوة لآدم متفقة تماما مع القرآن
والسنة ومش خارجة عنهم في أي حاجة. طيب هل اسم ليلث نفسه ورد في تراثنا الإسلامي؟ في التراث الإسلامي في اسم عربي قديم بيطابق تماما معنى ليلث وهو قترة، وده مش مجرد تشابه، ده تطابق في المعاني. في حديث في كتاب غريب الحديث للخطابي بيقول ان قترة هي الحية الأولى، وده تعليق من التابعي محمد بن فضيل الضبي. وفي المعاجم قترة معناها الظلمة والسواد، ومذكورة في القرآن الكريم في آية ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وكمان اسم للشيطان وأحيانا بيستخدم كاسم الإبليس نفسه، يعني قترة في اللغة العربية لها نفس معاني ليلث في العبرية والأكادية. ليلث معناها الليل المظلم، ومعناها الشيطان، ومعناها الحية. وقترة برضو معناها الظلمة والشيطان والحية الأولى. وده مش كلام من عندي، ده كلام الزمخشري والزبيدي ومجد الدين الفيروز أبادي وغيرهم من علماء اللغة. فاسمه ليلث مش من بره، الاسم ده ليه أصل في تراثنا، وإنه بيعبر عن نفس الشخصية محور قصتنا ليلث. وعشان كده كان لازم أوضح إن ليلث اللي أنا بتكلم عنها مش شيطانة أسطورية، دي إنسانة حقيقية كانت موجودة في زمان آدم وآمنت بيه واتجوزها، وده كله متسق مع القرآن والسنة. والدليل السادس هو إن يأجوج ومأجوج من نسل امرأة غير حواء باتفاق جماهير العلماء. في حديث بصحيح البخاري بيقول إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لكن العلماء اختلفوا هل هم من نسل حواء ولا من زوجة تانية. الإمام النووي قال في فتاويه إن جمهور العلماء بيقولوا إنهم أولاد آدم من غير حواء، يعني إخواتنا من الأب بس. السفريني والألوسي ابن حجر السيوطي كلهم نقلوا نفس الكلام. في رأي تاني غريب قالوا كعب الأحبار إن آدم احتلم ونطفته اختلطت بالتراب وربنا خلق منها يأجوج ومأجوج، بس العلماء ردوا عليه وقالوا إن الأنبياء ما بيحتلموش أصلا، فالنظرية دي مردودة. السيوطي في شرح سنن ابن ماجه ذكر الثلاث نظريات، إنهم من نسل يافث ابن نوح، وإنهم من نسل آدم من غير حواء، وإنهم اتخلقوا من نطفة آدم المختلطة بالتراب. لكن حتى ابن حجر اللي اعترض على فكرة الزوجة التانية قال إن يأجوج ومأجوج من نسل نوح، بس الحديث اللي استند عليه طلع ضعيف، والغريب إنه هو نفسه ضعفه. يعني في الآخر الفكرة دي مش بدعة ولا خرافة، ده رأي جمهور علماء الإسلام وموجودة في كتب مشهورة. في ناس كتير بتستشهد بأحاديث ضعيفة بتقول إن يافث هو أبو يأجوج ومأجوج وأبو ترك، وإن سام هو أبو الروم وفارس، لكن الحقيقة إن في حديث صحيح بيقول غير كده تماما. الحديث ده بيأكد إن نوح عليه السلام خلف 3، سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم، وده بيخالف الأحاديث الضعيفة اللي واضح إنها مأخوذة من التوراة حرفيا وبتعارض الحديث الصحيح. طيب نيجي للسؤال المهم، هل ممكن يأجوج ومأجوج يكونوا من نسل حد غير نوح؟ الإجابة ممكن جدا. ليه؟ لأن القرآن بيقول إن نوح عليه السلام حمل في السفينة 3 أنواع، من كل زوجين 2، وأهله ما عدا اللي سبق عليهم القول واللي آمن بيه. يعني كان في ناس مؤمنين غير أولاده على السفينة وممكن يكون ليهم نسل، بس في ناس بتقول إن كل البشر دلوقتي من نسل نوح بس، استنادا للآية وجعلنا ذريته هم الباقين. لكن لو بصينا في التفاسير هنلاقي ان كتير من العلماء قالوا ان اللي كانوا مع نوح في السفينة كان ليهم نسل برضه، زي ما ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح، وقال كمان قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. يعني مش شرط ان كل الناس من نسل نوح بس، ممكن يكون في ناس من نسل المؤمنين اللي كانوا معاه، وده بيفتح الباب لاحتمال ان يأجوج ومأجوج يكونوا من نسل حد تاني غير اولاده. نيجي بقى للنسل الملعون اللي بدأ من آدم نفسه. في حديث صحيح بيقول ان ربنا لما خلق آدم
آدم ضرب على كتفه اليمين فطلع ذرية بيضة للجنة، وضرب على كتفه الشمال فطلع ذرية سوداء للنار. ومن هنا بدأ نسل كل شر أغلبه من يأجوج ومأجوج، واللي النبي وصفهم إنهم 999 من كل 1000 رايحين النار، وواحد بس من الناس العاديين. وفي رأي بيقول إن آدم اتجوز واحدة غير حواء، ونسلها هو اللي طلع منه يأجوج ومأجوج، وناس تانية كتير من الكفرة الفجرة اللي بيحاربوا الدين من أول الزمان. دول اللي نشروا السحر في بابل، واللي خرج منهم فرسان المعبد والماسونية والصهيونية وحتى المسيح الدجال. ودول نفسهم اللي بيقدسوا المرأة دي اللي اسمها ليليث وبيعبدوها في محافلهم، لأنهم شايفين إن نسلهم بدأ منها، وهم اللي بيحاولوا يقنعوا الناس إن كل البشر جم من زواج محارم، لكن الحقيقة إنهم هم اللي جم من زواج محارم وبيقدسوه في عائلاتهم الملكية من زمان. وكمان دليل سابع وأخير على احتمالية وجود ليليث كزوجة لآدم عليه السلام، واللي هيكون منطلقه سؤال: مين اللي كان بيقتل أولاد حواء في المهد؟ حية شيطانة من الإنس كانت بتعادي آدم عليه السلام بشكل مباشر، مش بس بالكفر لكن بالفعل كمان، وده ينطبق عليه قول ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني مش مجرد حد كافر سايب النبي في حاله، لا، ده بيحاربه فعلا. المشهد اللي بيوضح ده هو لما أولاد حواء كانوا بيموتوا واحد ورا التاني من غير سبب واضح. آدم وحواء كانوا بيدعوا ربنا يرزقهم بولد يعيش، ولما ربنا استجاب حصل حاجة غريبة جدا. حواء سمت الولد عبد الحارث بناء على وسوسة إبليس، والولد عاش. الحديث بيؤكد إن إبليس هو اللي قال لها تسميه كده، وده كان من وحي الشيطان. طيب السؤال هنا: ليه الأولاد كانوا بيموتوا؟ هل كانوا بيتولدوا ميتين؟ لا، لأن لو كانوا كده إبليس ما كانش هيعرف إن الولد ده هيعيش بمجرد تغيير اسمه، وهو أصلا ما يعرفش الغيب. يعني الأطفال كانوا بيتولدوا عادي لكن بيموتوا بعد كده فجأة من غير سبب واضح، وده معناه إن كان في حد بيقتلهم بس بطريقة خفية من غير ما حواء تعرف. والشيطان مش بيقدر يقتل، هو بس بيوسوس. يبقى في حد تاني كان بيقتل، حد عاقل، حد عنده قدرة على التخطيط وبيعرف يراقب الأم ويستنى اللحظة المناسبة. وده مش ممكن يكون حيوان، لأن الحيوان مش هيعرف يعمل كل ده من غير ما يتكشف. يبقى مين؟ الحية، الشيطانة الإنسية اللي ليها علاقة مباشرة بإبليس وبيوحي ليها وبتنفذ أوامره. هي اللي كانت بتقتل أولاد حواء، ولما حواء سمعت كلام إبليس وسمت الولد عبد الحارث أمر الحية تبطل قتل، فبطلت. ومن هنا طلعت أسطورة ليليث اللي اليهود بيقولوا إنها بتقتل الأطفال، وده مش بعيد لأن شياطين الإنس ليهم تاريخ طويل في محاربة الدين، من أيام بابل والسحر لحد الماسونية والصهيونية والمسيح الدجال. طيب حد ممكن يقول: إزاي في قتل قبل قابيل؟ ما الحديث بيقول إن قابيل هو أول من سن القتل، وده معناه إنه أول واحد خلى القتل عادة وطريقة يتعلمها الناس، لأنه أول واحد قتل. زي ما النبي قال: اللي بيدعو لضلالة يتحمل وزر كل اللي اتبعوه. الرد هنا بسيط جدا، وهو أن القتل كان فعلا موجود قبل قابيل، بدليل إن الملائكة قالت لربنا قبل خلق آدم في سورة البقرة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني كانوا عارفين ان في سفك دماء هيحصل، وده بناء على سفك الدماء اللي حصل من الجن قبل خلق البشر. فاللي حصل مع أولاد حواء كان جريمة حقيقية، ووراه شيطانة إنسية حية اللي كانت بتنفذ أوامر إبليس، وده بيؤكد إنها كانت عدوة آدم بالفعل، مش مجرد كافرة سايبة الدنيا تمشي. الخلاصة إن الحية شيطانة الإنس كانت هي اللي بتقتل أولاد حواء في السر من غير ما حد يعرف، ولما آمنت بآدم وتابت بطلت تعمل كده زي ما قلنا في الدقايق السابقة. وفي النهاية وبعد كل اللي سمعناه،
هل فعلا آدم كان ليه زوجة تانية قبل حواء؟ ولو كانت ليليث موجودة ليه اتشالت من الرواية الرسمية؟ ليه كل الثقافات القديمة اتكلمت عنها والديانات حذرت منها والغرب رجعها كبطلة ورمز للتمرد بينما احنا نسيناها تماما؟ ولو فعلا نسلها لسه عايش، هل ممكن يكونوا هم يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عددهم لا يحصى وان خروجهم هيكون علامة من علامات الساعة؟ هل ده مجرد تفسير رمزي ولا احنا قدام حقيقة مرعبة مخيفة من قرون؟ وليه الإسلام لمح لحاجة زي كده من غير ما يقولها بشكل مباشر؟ هل ده اختبار للي بيدور، للي بيبحث، ولا فتنة مكتومة لحد وقتها؟ كل سؤال فتحناه النهاردة وراه باب أكبر، والحقيقة يمكن اللي جاي أعجب وأغرب من اللي فات. فاكرين أول سؤال؟ هل ليليث كانت مجرد خرافة ولا كانت حقيقة واحنا اللي اخترنا ما نصدقهاش؟ وبس كده. بشكرك انك وصلت لغاية هنا، وعلى فكرة ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتأكد انك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصلك اشعار بقصة جديدة يوم السبت الجاي في الموسيون قصة. انا محمد سعد الله، والى اللقاء.